عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. ان شاء الله نشوف مع بعض في الفيديو بتاعنا النهاردة استكمالا للفيديو اللي فات، ازاي هنقدر ننقل الجوب بوزيشن من شاشة الامبلوي لشاشة الكونتاكت. ونحل المشكلة اللي ظهرت معانا في الفيديو اللي فات. واذا ما شفتوش الفيديو اللي فات هسيب لكم لينك الفيديو في وصف الفيديو، وان شاء الله تبقى المعلومات فيها لينا كلنا ونستفاد مع بعض. طيب احنا الفيديو اللي فات شفنا ان احنا لما جينا ننشئ اوليفر ست ده او ست ده، راح ما كتب لي هنا جوب بوزيشن. تمام، راحت على شاشة الكونتاكت هنا بالشكل ده. طيب احنا هنحل المشكلة دي ازاي؟ تمام. اولا زي ما احنا قلنا الفيديو اللي فات ان الفيلد ده من نوع كار والفيلد التاني من نوع مينيت 1. فانا في الحالة دي هحتاج ان انا اروح على شاشة الكونتاكت وانشئ فيلد جديد من نوع مينيت 1. اجي هنا من نوع مينيت 1 اهو، اللي هو ده، واجي اقول له هات لي جوب بوزيشن. تمام، اقول له جوب بوزيشن اهو. تمام، واقول له كونفيرم، او احط لي الفيلد اهو. وانا قلت له خليه لي اسمه جوب بوزيشن، وهاخد الاسم بتاعه اللي هو اكس ستوديو. تمام، هاجي هاخد ده هنا كوبي، وكل اللي انا هعمله ان انا هغير بس في الباس داتا الفيلد اللي هو اسمه فانكشن ده، واحط الفيلد اللي انا لسه ناشئه دلوقتي. اول ما اعمل هنا كده سيف. تمام، طبعا انت هنا ممكن تيجي في اي سطر من السطور بعد الكوما تعمل انتر عادي، مفيش مشاكل. سيف. تمام، لما نرجع كده هنا على شاشة الامبلوي وننشئ واحد جديد، نقول مثلا اوليفر 7 مثلا، ونكتب هنا البيانات بتاعتنا، وناخد التاج الجميل الديبارتمنتس بتاعتنا، ونختار الجوب بوزيشن مثلا نقول هو accountant، ونيجي على private information ونكتب البيانات بتاعتنا ونقول ايه سيف. تمام، هو سايب معايا اهو بدون مشاكل. ولما نيجي نروح هنا كده على شاشة الكونتاكت هلاقي ان هو طبعا هو هنا محتاج ان انا اعمل ريفرش على الاقل عشان يظهر معايا الفيلد التاني اللي انا انشأته. تمام، او ظهر معانا واخد البيانات بتاعته. فالفيلد هنا من نفس النوع مربوط بنفس الموديل، فقدرت ان انا اخد الداتا من هناك اجيبها داتا من هنا. فده شرط الزامي ان انا اقدر اعمل ده. طيب يبقى احنا كده ازاي عرفنا ان احنا نحل؟ طبعا طبعا يعني مفيش، يعني خلاص ما عادش داعي للفيلد ده. اقدر ان انا من هنا يا اما اغير اسمه واختار هستخدمه لحاجه تانية، او ان انا مش محتاج اعمل له انتدابل وشكرا على كده. دوره إيه انت؟ لو انا هستخدم فكره ان جوب بوزيشن هيجي من شاشه طبعا تقدر انت في اي وقت وانت بتنشئ كونتاكت عادي تختار او تنشئ اي جوب بوزيشن انت عايزها. تمام، فريش هنا برضو اقول له شكرا شكرا، ونرفرش عشان يظهر معانا الفيلد التاني. تمام، فبالتالي هنا كده ايه اقدر ان انا تمام هو موجود معانا اهو. اه ما ده عشان انا مش عامل انديفيديوال، هو في فيلدين بس انا طبعا ايه حطه هنا كده. تقدر بقى تنشئ انت هنا الحاجات اللي انت عايزها يعني. تمام. طيب على سبيل المثال انا برضو عاوز انقل من شاشه الامبلوي الديبارتمنت مثلا، الديبارتمنتس بتاعتي عايز اعرف هنا هناك كونتاكت ده في انهي ديبارتمنت عشان ممكن اسيرش او فلتر او كده. تمام، فانا هنا لازم اجي اعرف الفيلد ده من نوع ايه. الفيلد برضو من نوع ميت 1.
طيب الفيلد موجود في شاشة الكونتاكت؟ لا مش موجود، فأنا هضطر إن أنا أدخل كده على أي واحد وأروح جاي قايل له تعالى اعمل لي آه فيلد جديد من نوع ميني تو 1، حطه لي هنا كده وقول لي إن ده ديبارتمنت أهو. تمام. وعشان آخد الاسم بتاعه هاخده كوبي. شكرا. وأقول له كونفيرم. هيجي برضو هنا نفس الفكرة وأقول له باست. وتمام التمام. طيب كده أنا أخدت شقة الفيلد. احنا عارفين ده الفيلد اللي أنا عايز أحط فيه الداتا، هاخده كوبي وأقول له كوبي وأروح هنا على السيرفر أكشن اللي احنا شغالين عليه، وأجي هنا أقول له كوما وأقول له هات لي الريف ده عشان أنا أحط فيه البيانات بتاعتي، اللي الفيلد اللي أنا عايز أحط فيه البيانات. آه شكرا. أحط أنا الفيلد ده وهقول له نقطتين في بعض، ريكورد. تمام دوت. اسم الفيلد اللي موجود في شاشة الامبلوي كتكنيكال نيم هاخده من هنا. ادي الديبارتمنت اهو. هاجي اخد الديبارتمنت اي دي واقول له كوبي تعالى على السيرفر اكشن واحطه هنا بيست واقول له سيف. تمام سيف معايا واموري تمام. باجي هنا اقول له اوكي. اجرب. اقول اوليفر مثلا. آه بقية البيانات بتاعتنا بقية البيانات بتاعتنا ده. طبعا على فكرة ممكن إن أنا هنا وانس إن أنا أحط ده، يعني بنشئ هنا كونتاكت يعني بالوي جديد، بدل ما أنا أقعد أختار كل مرة إن ده بالوي تاج، أعمل أوتوميشن يختار لي ده مع بعض. خلينا نشوفه برضو دلوقتي سريعا. تمام. قلت هنا ده، قلت هنا البوزيشن بتاعتي، قلت هنا بورشيز، قلت هنا البيانات بتاعة الحاجات المانداتوري اللي أنا محتاجها. تمام ظبطت معايا ظبطت معايا. ادي ديبارتمنت جت بنفس البيانات اللي انا محتاجها، وكل البيانات اللي انا انشأتها واخترتها وظبطت معايا جت معايا اللي انا قلت ان انا محتاجها. تمام. طيب الحته بتاعت ان احنا نخلي هنا دي تاج، التاج دي مانداتوري يعني تبقى خلاص هي مش محتاجه ان انا اضيفها كل مره. هاجي هنا كده على الاوتوميشن رول. هاجي هنا كده على الاوتوميشن اي اي دي اوتو اوتوميشن رولز اهو. واقول له طبعا دي كل الاوتوميشن رولز اللي احنا انشأناها مع بعض قبل كده، نقدر نشوفها في الفيديوهات اللي قبل كده مع بعض. اقول له نيو، اقول له هنا set تاج مثلا، او set امبلوي تاج ايا كان يعني. اقول له ده في فيلد الامبلوي، ده في موديل سوري الامبلوي. والتريجر اون سيف، انا محتاج احط وانس ان انا سيف على كل الفيلدات من غير دومين ولا اي حاجه. اقول له اد اكشن، اقول له هنا ابديت ريكورد، الابديت ريكورد بتاعي. اقول له هنا يعمل لي البارتنر او البارتنر تاج، احطه set to تمام بالوي، واقول له سيف اند كلوز واقول له سيف. موري تمام. اروح على الامبلوي وانشئ كده واحد جديد واقول له اوليفر 9 مثلا، واحط البيانات بتاعتي يعني على حسب طبعا البيانات اللي انا هبقى محتاجها كمان داتري داتا. آه ادي هنا الرقم ده. اعتقد مفيش حاجة تانية من داتري. خلاص كده بص، اول ما انا عملت سيف إيه اللي حصل؟ باي ديفولت دي واحده كده ان انا اعملها كاوتوميتد، كاوتوميتد اوتوميتد اكشن او رول. طب لو انا مش عايز اعملها اوتوميتد رول، إيه الطريقه التانيه انا ممكن اعملها؟ انا ممكن اقول لده اعمله لي اركايف هنا، مش محتاج ان انا اعمل حاجه. تمام عملت اركايف، هاجي هنا هعمل ريفرش وهنشئ كده امبلوي جديد عادي جدا. بص ان هو مش هلاقيه بيتصيف معايا.
واروح كده اعمل نيو عادي جدا، اوليفر، واقول 10 مثلا. سيف يقول لي ايه الفيلدات اللي هو محتاجها، الديبارتمنت، الجوب بوزيشن، الحاجات المانداتوري. تمام. اول ما اعمل سيف خلاص انا لغيت الاوتوميشن رول، فمش محتاج ان انا اعملها. طب ايه الطريقه التانيه؟ لو انا عندي حاجه هنا كده اسمها ديباج دي، لما بدخل عليها بلاقي حاجه اسمها سيت ديفولت فاليو، ويقول لي ايه الديفولت فاليو اللي انت عايز تحطها. بيجيب لي هنا شويه الفلدات اللي انا محتاج احطهم لو انا عايز اخلي حاجه مانداتوري اوريدي تتحط. تمام. آه طبعا هو ليه هنا مش ظاهر البارتنر تاج، هتلاقيه مش ظاهر معانا، انا ما فيهوش داتا. تمام. طيب لو انا حطيت هنا كده بالوي دايركت وعملت سيف، جيت هنا على الديفولت داتا تاني، هتلاقي ظهر معانا هنا اللي هو التاج بارتنر تاج، او البلوي تايب ده الامبلوي تايب. فين بوزيشن نيم؟ مش شايف الفيلد بوزيشن جوب تايتل نيم. أعتقد إن هو ده امبلوي تايب. يعني هنشوف. أقول له الأول يوزر عليا بس، ولا على الأول يوزر؟ أقول له سيف ديفولت وأنشأ جديد كده، وأقول له أنا الوي، هي اللي أحط الداتا المانداتري. أحط الداتا المانداتري. يبقى مش هو الفيلد ده، وأحتاج إن أنا أتأكد منه تاني كسيت ديفولت داتا. سيت ديفولت داتا واليوزر هنا الفي تايب ليجل ماتيريال انفورميشن. اوكي، عشان ده فيلد انا انشأته بايدي، فبالتالي هو مش هيرضى يوافق ان هو يحطه. اعتقد انه عشان ميني تو ميني برضو، ان هو ممكن تختار اكتر من قيمة فهو ما بيجيبوش. بس احنا عندنا طريقتين طبعا زي ما انت شايف، يعني هو في فيلدات هنا بتقدر انت تختار ايه البيانات اللي انت عايز تحطها على طول زي الديبارتمنت. تمام. فانا بالتالي اقدر من خلال زي الديفينيشن نمبر اقدر احطه ده. تمام. اقدر من خلال السيت ديفولت فاليو دي ان انا استخدم اي فيلد ان انا عايزه يتحط باي ديفولت اول ما ينشأ. تمام. بس ده مش احسن حاجه برضو، مش بنحتاجه دايما الا في حاجات معينه، يعني مش كل الحاجات، لانه ساعات بيبوظ كده شغلنا واحنا شغالين. زي احنا شفنا ازاي ان احنا نقدر ان احنا من خلال الاوتوميشن لو رجعناه ان اركايف تاني، عملنا هنا ريفرش، نقدر ان هو ايه يحط لنا الفيلد اللي احنا عايزينه كالداتا اللي احنا عايزينه من خلال الفيلد ده. تمام. لو جيت هنا عملت نيو، عملت اي قلت مثلا سيف دي في الداتا الأساسية، وأحط له هنا ده الرقم اللي أنا عايزه مثلا سيف، اللي هو اتحط معايا اوتوماتيكا من غير ما استخدم السيف. احنا عندنا طريقتين اللي ينفع معانا ونقدر نستخدمه ويسهل علينا شغلنا، بحيث إن احنا نشوفه في الشغل ويسهل علينا. تمام. طيب ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وإن شاء الله نشوفه مع بعض فيديوهات جديدة في معلومات جديدة وتيبس عند تراكس جديدة إن شاء الله. وأشكركم شكرا على المشاهدة، وإن شاء الله تبقى في فيديوهات أكتر. واعملوا سبسكرايب لو أنتم مش عاملين. وشكرا لكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.